السجود لله رب العالمين يحدث توازن في كهرباء المخ. السجود لله رب العالمين يمتص الشحنات السالبة إلى الأرض. كل هذا في السجود. أيضا في وضوءك، وهذا ما سنتحدث عنه بعد الخطبة إن شاء الله تعالى، من أراد منكم أن يستفيد كيف أن الوضوء فيه شفاء لجميع الأمراض العضوية والنفسية، إلا الأمراض التي لا بد من إجراء جراحة لها. في هذه الحالة بتكون هذه الحالة مستعصية أو تأخرت كثيرا، ولكن الوضوء سنتعلم بعد هذه الخطبة والصلاة في بضع دقائق كيف نعالج وكيف نقي بمشيئة الله عز وجل الأمراض مثل السكر والضغط والجلطة والشلل والخشونة وهذه الأمراض المفاصل. سنتحدث عنها باستفاضة، وسأريكم عمليا كيف أن الشخص حينما أرى باطن القدم فهي فيها تاريخ المرض من لحظة الميلاد حتى وقتنا هذا أمامكم إن شاء الله عز وجل. ودائما نقول: وإذا مرضت فهو يشفين، فالطبيب عليه العلاج والله عليه الشفاء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وندعو الله عز وجل موقنين بالإجابة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل نبي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وعن والدينا وعن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تعطف وتحنن وتكرم علينا وعلى والدينا وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن نصلي عليه. اللهم اغفر وارحمنا واشفنا واشف مرضانا. اللهم احمي بلدنا يا رب العالمين. اللهم احمي مصر من الخونة يا رب العالمين، واحمي أهلها فإنهم يا ربنا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم احمنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا برؤية الحبيب المصطفى في اليقظة والمنام. اللهم اقبض أرواحنا وآخر كلامنا لا إله إلا الله
وندخل قبرنا بلا إله إلا الله ونلقاك يا ربنا بلا إله إلا الله ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم بحق لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك من كل خير سالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة بين الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله وصلوا صلاة مودع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا